بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة ببيضة واحدة هنعمل أحلى كيكة مع بعض. هنشوف هنعمل إيه. أنا عندي هنا البيضة كسرتها وحطيتها، وعندي برتقال. البرتقالة هقشرها. أنا قشرت البرتقالة اهي، هحطها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت البرتقاله في الخلاط، هحط عليها اقل من نص كوبايه لبن عشان اضربها فيها، وهحط عليها كوبايه سكر، وهطحن الحاجات دي في الخلاط علشان السكر ينعم البرتقال. انا ضربتها في الخلاط، البرتقال والسكر واللبن ضربتهم في الخلاط مع بعض ناعمين خالص اهو. هحط عليهم بقى نص كوبايه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط عليهم البضاية، وهحط عليهم معاهم الفانيليا. هنضرب كله برضو في الخلاط وهنيجي. انا عندي هنا كوبايتين دقيق، هحط عليهم ظرف بيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبه كويس البيكنج باودر في الدقيق. ورشة ملح صغيرة، شايف مش كلهم حطيتهم. وهقلب برضو. رشة الملح دي بتحسن العجينة، تخليها حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا ضربت الخليط كله مع بعضه، شايفين عامل فوم ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كله على بعضه، وهحط رشة خل مقدار معلقة. انا قلبتها جميلة اهي، شايفين. وجبت صينية ودهنتها سمنة، وحطيت في قاع الصينية وورقة زبدة. وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا علشان ازود القيمة الغذائية بتاعت الكيكة هحط فيها الموز اللي انا مقطعاه ده. بس الاول هرش الصينية سكر، عشان السكر لما يتكرمل من تحت بيخلي الكيكة شكلها حلو، وكمان طعم السكر المكرمل بيبقى احلى. هحط الموز بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رصيت الموز وزي ما قلت لكم حطيته على سكر عشان السكر يتكمل. هحط عليه بقى العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع ايدينا لفوق عشان الهواء يدخل العجينه. انا فضيت العجينه اهي في الصينيه دي. صينيه مقاس 28. ممكن تحطي كوبايتين الدقيق في صينيه. لو انت عايزه الكيكه عاليه ممكن تحطيها في صينيه اصغر من كده، 22 24. بس انا ما بحبهاش عاليه قوي. هدخلها الفرن، ولما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. الكيكه بتاعتنا طلعت اهي، جايبين شايفين جميله جدا وهشه اهي. ونختبرها ازاي انها استوت؟ ان احنا نحط فيها السكينه، تطلع السكينه نظيفه. السكينه او عصايه شيش طاووق، شايفين
بكده تبقى الكيكه مستويه. بعدين نحط السكينه، تطلع السكينه نضيفه كده، يبقى الكيكه مستويه من جوه. هنستنى بقى لما تبرد وهنوريها لكم. شايفين؟ طبعا انا زي ما وريتكم حاطه موز تحت، حطيت ورقه زبده علشان الكيكه ما تلزقش، لان دي صينيه مش تيفال. لو صينيه تيفال ما كنتش حطيت ورقه الزبده. انا حطيت ورقه الزبده عشان نقلب الكيكه ونشوفها ان شاء الله. انا قلبت الصينيه اهي. هنشيل بقى الورقه بالراحه اللي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ نشيلها حته حته كده بالراحه. شلت الورقه من عليها. شايفين الكيكه جميله، والموز يديها بقى طعم تحفه وجميل وهشه. شايفين؟ في منتهى الجمال. حاجه بيتي ونظيفه ورخيصه. يعني لو الواحد هيشتريها ديت من المحل يشتريها بكام؟ الحاجات دي طبعا غاليه جدا. لو انها سخنه المفروض ما اقطعهاش دلوقتي عشان سخنه، بس اقطعها كده منها حته عشان اوريها لكم. شايفين جميله ازاي؟ شايفين؟ كيكه جميله، ما حاجه ما فيش بعد كده. يا رب يكون الفيديو بتاعك عجبكم. لو كان الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.